ولكن في الوقت ده ديفيد بيظهر في المكان وبيعرض عليهم ان هم يتزلجوا في الميه وانهم يفكوا عن نفسهم شويه، وبالفعل بينزلوا الميه وبيفضلوا يلعبوا وينبسطوا على الاخر. وفعلا ستيتش بيكون خايف من الميه في الاول لكنه بعد كده بيتاقلم. ده حتى جومبا كان مستغرب وبيقول ازاي 606 نازل في الميه كده مع ان الجزيئات اللي هو مصنوع منها مش بتستحمل الميه اصلا، وبيقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، انا لازم انفذ خطتي على طول. وفعلا بينزل الميه وبيسحب ستيتش من على لوح التزلج، ولكن ستيتش بيحاول يهرب منه لغايه ما بيطلع على وش الميه، بس جومبا بيسحبه تاني وستيتش بيمسك في ليلو وجومبا بيسحبهم هما الاثنين، لكن ناني بتنقذ ليلو وبتطلعها بره الميه، وليلو بتسال على ستيتش وبتفضل تدور عليه، وديفيد فعلا بينزل ينقذه. واول لما بيخرجوا كلهم من الميه بيلاقوا كوبرا في وشهم، وبيقول لناني انت وجود ليلو معاكي معرضها للخطر، وبيقول لها بصي يا ناني انا عارف ان ليلو غاليه عليكي جدا وان انت بتحبيها، بس لو انت بتحبيها بجد يبقى لازم تسيبيني اخدها عشان تكون في امان اكتر. وبعد كلام كتير بين ناني والمشرف بيديها فرصه تاني، وناني بتاخد ليلو وبتروح البيت، وليلو بتقول لها ما تخافيش اكيد انت هتلاقي شغلانه قريب، وناني في الوقت ده بتاخدها في حضنها وبتفضل تغني لها. وفي الناحيه التانيه ستيتش بيكون باصص عليهم ومتاثر جدا، ولما بيطلع الاوضه عند ليلو بيشيل المخده وبيلاقي الصوره بتاعت عيله ليلو، وليلو في الوقت ده بتقول له هو انت عيلتك فين؟ فستيتش مش بيرد عليها ولانه ما يعرفش يعني ايه عيله اصلا. فليلو بتقول له ما تزعلش انا برضو وحيده زيك وعشان كده انا وانت هنكون عيله يا ستيتش. فستيتش ساعتها مش بيرد عليها وبياخد كتاب القصص بتاعه وبيروح يقعد في الغابه وبيفضل يقرا فيه ويفتكر كل كلمه ليلو قالتها له عن العيله. بعد كده بنشوف بوكلا وبيكون لسه طالع من الميه، وفي الوقت ده زعيمه المجره بتتصل بيهم وبوكلا ما بيكونش عارف يقول لها ايه، ولما بوكلا بيقول لها ان هم لسه ما عرفوش يقبضوا على 606 بس هم خلاص قربوا ان هم يمسكوه، هي بترد عليه وبتقول له اسكت خالص انتوا عباره عن شويه فشله واعتبروا نفسكم مرفوضين من دلوقتي. فجومبا ما بيصدق وبيقول كده تمام قوي انا كده هعرف امسكه بطريقتي. وزعيمه المجره بتكلف الكابتن جانتو بالمهمه دي وان هو لازم يجيب 606 في اسرع وقت.